ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طب النهارده احنا عايزين نتكلم عن البشره الحساسه، ازاي ان هي تقرا الكونتنت بتاع اي برودكت بتجيبه. يعني مثلا انت بشرتك حساسه، طيب اشتريتي حاجه او هتشتري منتج او مستحضر، فهتعرفي منين الحاجه دي كويسه معاكي ولا تبعدي عنها تماما. اولا في abbreviation، في كلام معين كده بيبقى خاص، بيتكتب على المنتج من بره، بيبين لك ان هي ممكن ان هي تتماشى مع البشرة الحساسة. منها كلمة unscented، يعني الحاجة دي ما فيهاش عطور فاحنا ممكن ان احنا نستخدمها. كلمة fragrance free، ما فيهاش عطور برضو، فانتي بشرتك حساسة مش هينفع تستخدمي حاجات فيها عطور. الحاجات اللي مكتوب فيها هايبو الرجيك، يعني ما فيهاش الرجي او كده، فدي اوكي ان انت ممكن تستخدمي. تدوري عليها في الكونتنت، يعني في حاجات في المحتوى تقربي ليها وفي حاجات تبعدي عنها. ايه الحاجات اللي لو قريتيها على الليبل تعرفي ان هي تتماشى مع البشرة الحساسة؟ الحاجات اللي فيها كامومايل دي من الحاجات اللي بتعمل سوسنج افكت وبتهدي البشرة وبتهديها وبتقلل الالرجي رياكشن مع اي مستحضر، وبتهديها كده تماما. فدي من الحاجات الكويسة جدا اللي انتي تدوري عليها في المستحضر وتلاقيها، لو لقيتيها يبقى تمام. مادة الالوفيرا، الالوفيرا من الحاجات برضو اللي بتدي سوسنج افكت او بتهدي البشرة، بتخليها لو فيها احمرار فهي بتهدي بتقلل الريش بتاع البشرة. فدي من الحاجات الكويسة ان انتي تستخدميها كبشرة حساسة. مادة الشوفان، مادة الشوفان من المواد برضو محدش اتكلم عنها كتير، بس هي مادة مهمة جدا في الناس اللي بتعمل تقشير وعايزة تقشير طبيعي، فكويس ان انت تستخدمي مادة الشوفان في التقشير بتاعك او في المستحضر اللي فيه شوفان. فدي من الحاجات الكويسة، ودي ادت فاليو كويسة قوي ان انت تستخدمي مستحضر فيه مادة الشوفان. مادة الهيالورونيك، مادة الهيالورونيك اسيد برضو من الحاجات اللي بتعمل هايدريشن وبتحبس يعني الرطوبة في البشرة. بس الهيالورونيك بيستخدم على بشرة مندية مش بشرة ناشفة، فدي حاجة تبعدي عنها تماما، تبعدي عنها تماما لو انت بشرة حساسة. لو قريتي كلمة بارابين او ميثايل بارابين او اي حاجة من عيلة البارابين فابعدي عن اي مستحضر فيه المواد دي، لان هي بتعمل الرجي رياكشن رهيبة للبشرة الحساسة بالذات. تاني حاجة الDMDM هيدونتوين، ابعدي عنها تماما، احنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات وقلنا اضرارها كتير جدا، ومنها ان هي بتعمل كانسر. تالت مادة تبعدي عنها في المستحضر بتاعك وهي السلفيتس، لو حاجات زي الصابون، زي الفيشيال ووش اللي فيه سلفيتس، فدي عادة هتلاقيها في شامبو، في فيشيال ووش فيها مادة السلفيتس. دي من المواد اللي هي بتعمل تنظيف، فمنظفة، يعني مادة منظفة، فهتلاقيها في الحاجات دي عادة في الشاورز. كل الحاجات دي هتلاقيها فيها المادة المنظفة، فالمادة المنظفة اللي فيها سلفيتس فابعدي عن المادة دي، لان هي هتعمل سكين رايش وهتعمل لك حبوب. حتى لو لو الهاند سوب بتاعك فيه سلفيت، وده اكيد هتلاقي معظم كل الهاند سوبس فيها سلفيت، قليل اول لما تلاقي حاجه يعني للبشره حساسه، لان فعلا في حاجات هاند سوب بتجيب حساسيه للايد، وفي ناس بتجيلها اكزيما، بتبقى عندها اكزيما اصلا، فمش هتقدر ان هي تستخدم حاجات زي كده، وبتزيد الاكزيما بتاعتهم بعد استخدام الحاجات اللي فيها سلفيتس اكتر. خلينا برضو نتكلم عن حاجه مهمه جدا، انت كبشره حساسه في حاجات تاخدي بالك منها. فيتامين سي ممكن يعمل ريش معاكي، فلو انت عايزه تعرفي ان الماده دي كويسه او لا فبتستخدميها على اريا صغيره من وشك، مثلا تستخدميها عند الدقن، بحيث ان انت تشوفي اي الرجي او اي الرجيك رياكشن بتاع من المنتج اللي انت بتستخدميه، بحيث ان انت لو في حبوب ما يجيش الحبوب للبشره كلها، فتستخدميها في حته صغيره خالص على بشرتك،